السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما، ربنا يخليكم ليا. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى معطر بيخلي ريحة البيت او ريحة شقتك جميلة جدا زي ريحة الفنادق. مش قادرة اوصف لكم المعطر ده، مش غالي ومكون بسيط عندنا في قلب بيتنا. احنا طبعا بنرميه، بس لا، احنا هنستخدمه النهاردة حاجة في الخيال وحاجة رخيصة وعلى قد ايدينا. المكون بتاعنا هو قشر البرتقال. طبعا احنا بنقشر البرتقال، ما بنترميش القشر طبعا. حطيه في الفريزر، خزنيه واعملي بيه احلى معطر. ريحته جميلة طبعا، بيخلي ريحة الشقة بتاعتك، كل اللي هيخش عندك هيقولك ريحة شقتك جميلة طبعا. ده كيلو من البرتقال، خدت القشر بتاعه اللي عليه كله بالمنظر ده. هنا معايا ده لتر ميه، هننزل فيه بالقشر البرتقال كله. هنرفعه على النار، هنسيبه لمدة ربع ساعة على ما يبتدي بس يغلي. كده انا رفعته على النار. المكون السحر التاني اللي معانا ده المكون السحر التاني، بيخلي الريحة، بص مش قادرة اوصف لكم. معلقة بقى من الصغيرة قرنفل، ومعلقة كمان من اللي هو القرنفل المطحون، وفانيليا باكت او 2 فانيليا. طبعا البرتقال لما يغلى على النار هنحط المكونات دي كلها، واستنوا النهائي، الشكل النهائي هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا كده البرتقال ابتدى يغلى اهو، مش قادره اوصف لكم على الريحه بتاعته. هنزل بالقرنفل، الفانيليا، هسيبه يغلي لمده ربع ساعه زي ما قلت لكم. بصوا حبايبي كده بعد ما غلي وسبته خلاص لحد ما برد، مش قادره اوصف لكم على الريحه وجمالها. هنبتدي بقى نعبيه ببخاخه كده. بعد ما عبيته ببخاخه مش قادره اوصف لكم. بصوا بترش كده للمكان اللي انت عايزاه. مش قادره اوصف لكم على الريحه وجمالها. جربوا وقولوا لي ايه رايكم، وحاجه موفره. لو الوصفه دي عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير، وبالله عليكم شيروا الفيديو ده لاعلى مشاهده عشان الكل يستفاد منه. اهم حاجه عندي الاشتراك، بالله عليكم، وربنا يفرحكم كده دايما زي ما انتوا بتفرحوني. وعايزه منكم لايك وشير وتفعيل الجرس، وجربوا وقولوا لي ايه رايكم. مع السلامه. عملنا احلى معطر. مع السلامه.